ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هتفوق. بدأ يعني يعني في استيعاب أحسن. الله أكبر. مسك. إن شاء الله هيبقى زي الفل. أحمد شد حيلك يا حبيبي، حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. خلاص يلا أنا مستنياكي بره. ماشي يا قلبي يا ابني، يا قلبي يا ابني، يا قلبي يا ابني. السلام عليكم. شفتوا يا جماعة بداية الفيديو دي حالة جات لي اللي أنا كنت شغالة عليها بقالي 3 أيام. الشاب ده مجرد ما أنا سمعت قصته أخد قلبي، أخد روحي كده، يعني أخدني معاه كده. وحطيت نفسي دايما، أنا بحط نفسي دايما مكان الناس، مكان الأم، مكان الأب، أيا كان الموضوع. فأنا حطيت نفسي مكان الأم ومكان الأب. الشاب ده عنده 17 سنة في عمر ابني. الشاب ده في تانية ثانوي في نفس المرحلة الدراسية بتاعت ابني. حطيت نفسي مكانه اشوف انا هعمل ايه، وده يمكن اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. الحالة دي لو جات لي قبل من بداية انا كنت هخاف، كنتش هقدر اكمل عشان المصاريف اللي الشاب اللي قبلي دفعها. الولد ده قعد في المستشفى 3 أيام. 3 أيام الشاب اللي دخل الولد دوت دفع 40,000 جنيه في ال3 أيام اللي هو اللي الولد ده شغال عنده. يعني صاحب الشغل دفع 40,000 جنيه. المهم الناس جم قالوا لي، فأنا رحت. لازم دايما دايما لما يبقى في مصيبة أو في كارثة لازم واحد بره الدايرة يكون واعي ويكون فاهم ويدخل يديك الرأي الصحيح. فدايما الأم والأب وصاحب الشغل ما كانش عندهم الرأي الصحيح. فدخلت كلمت الناس الأول في التليفون، أنا هقابلكم دلوقتي في المستشفى، الناس اللي هي بتصرف ولازم ننقل الولد ده من المستشفى. قالوا لي ماشي، شوفي هتعملي ايه. رحت كلمت كذا حد، كلمت النائب، كلمت كذا حد. يا جماعه عايزين ننقل الولد ده من المستشفى، وكل الوسائط عملتها، وبفضل الله وكرمه قدمت له على سيستم الطلبه، ما اتقبلش في سيستم على سيستم الدوله، فاتقبل في مستشفى العام. الحمد لله، الحمد لله يا رب. فضلت واقفه مع الناس حوالي 5 6 ساعات. يا دوبك روحت ساعه بس بيتي واتصلوا بيا قالوا لي الطلب اتقبل، طلب نقل الولد اتقبل. فقلت ماشي تمام انا جايه. المستشفى عايزه حوالي 10,000 جنيه، ونزلت بفضل الله وكرمه دفعنا له. صحابي اصحاب الفضل طبعا هم اللي دفعوا ال10,000 جنيه. خلصت لهم كل الاجراءات. جبنا عربيه اسعاف ب1900 جنيه الشاب دفعها. جبت شويه علاجات وشويه حاجات ب600 جنيه. المهم ان انا كان كل تفكيري ان انا انقل الولد مستشفى حكومة علشان اعرف اكمل. عمري في حياتي ما هعرف اكمل في مستشفى خاصة ابدا، هيبقى صعب عليا جدا. الموضوع كبير قوي قوي قوي، وممكن يكون عليا ضغوطات كبيرة قوي قوي. فلما انا هنقل في مستشفى حكومة هيبقى على نفقة الدولة، او اللي هندفعه هيبقى حاجات بسيطة جدا. الحمد لله. واحنا الدكاترة عندنا في مصر ممتازين ممتازين، والولد محتاج سلسلة عمليات كتير وكبيرة وحاجات ضخمة جدا عمري ما كنت هعرف اكملها لوحدي. المهم الحمد لله يا رب، الحمد لله ان ربنا استخدمني ولا يعني استخدمني في الطريق ده، ويا رب ما يستبدلني ابدا. ان الحمد لله عرفت اتصرف، عرفنا ننقل الولد. انا هنا كنت بحكي للناس قصة الولد وقصة والموضوع بتاعه كله من اوله لاخره. انا من قدام المستشفى كنت بكلم الناس وبوريهم الوصل ان انا دفعت، وان خدت القرار. انا ما كنتش عارفه القرار ده صح ولا غلط، كنت مرعوبه لا يحصل اي حاجه للولد. بس الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بفضل الله وكرمه. الولد فاق من الغيبوبه، والولد بقى كويس جدا واتكلم وطلب اكل وعرف كل اللي حواليه. والف حمد والف شكر ليك يا رب ان ربنا جبر بخاطر الام. كل اللي شارك جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله جنة